أهلا بيكم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن ثالث حكام الأسرة الرابعة. هو يمكن يكون ملك مش مشهور قوي، لكن هنتعرف عليه وهنعرف أهم أعماله. هو الملك دجديف رع. دجديف رع خليفة خوفو في الحكم، والاسم عليه خلاف بين الأثريين، بعضهم بيقول جدفرع، ديدفرع، دجدفرع، لكن يعني مش هتبقى أزمة كبيرة قوي. لكن كمان زي ما في على اسمه خلاف، في على ترتيبه في الأسرة خلاف. يعني بعض الناس قالوا لا، ان ممكن يكون خفرع هو اللي قبليه، لكن الثابت من قوائم الملوك ان هو اللي خلف خوفو، وعندنا أدلة تانية هنتكلم عنها. رتب الملك خوفو أموره على ان يخلفه في الحكم ابنه الأكبر كوعب، وجوزه من أخته حتب حارس الثانية. بعض العلماء كان شايف ان هو نشأة طيبة، والأثر من دوت أو أثر ده اللي خلاهم يعتقدوا ده ظهوره في بعض التماثيل على هيئة العالم الكاتب، ويبدو انه حاول يقتدي بجده سنفرو مؤسس الأسرة الرابعة في حبه للعلم والثقافة، لكنه مات في حياة أبوه الملك خوفو. موته فتح الباب لانقسامات وصراعات داخل الأسرة الحاكمة، وانقسمت الأسرة الحاكمة ل3 فروع. فرع من أبناء الزوجة الرئيسية اللي هي الملكة، وكانوا أميرين صغيرين لا يصلحوش للحكم، وما قدروش ان هم لا يطالبوا بيه ولا حاولوا يطالبوا بيه أصلا، وهم جدف حور وباو فرع. الفرع الثاني من زوجة تانية تزعموا بطل حلقتنا دجديف رع. أما الفرع الثالث فكان من زوجة ثالثة للملك خوفو ترأسه خعاف رع أو خفرع زي ما احنا بنقوله، هو المفروض خعاف رع، لكن قدر دجديف رع الوصول للحكم، وأصبح ترتيبه الثالث بين ملوك الأسرة الرابعة، والترتيب ده بقى أصبح مسار جدل هنتكلم عنه دلوقتي. رجح معظم علماء الآثار ان دجديف رع ثالث حكام الأسرة الرابعة، وكان أدلتهم على الترجيح ده ان بعض النصوص من الدولة القديمة ذكرته بعد خوفو في قوائم الملوك، وكان بيتذكر قبل خعاف رع أو خفرع. وجد اسمه كمان مكتوب على الأحجار الكبيرة اللي كانت جنب مركب الشمس اللي عثر عليها جنوب هرم خوفو، فاتأكدوا ان المركب دي وضعت بعد دفن خوفو مباشرة. ففهموا من ده ان تردد اسم دجديف رع على الأحجار الموجودة حوالين المركب ان هو اللي أشرف على دفن أبوه، ومادام هو اللي أشرف على دفن أبوه يبقى هو أكيد هو اللي خلفه في الحكم. تزوج دجديف رع من أرملة أخوه حتب حارس الثانية، وده علشان يأكد على حقيته في العرش ويضمها لصفه. وهنا بقى عايزين نقف وقفة بسيطة عشان نعرف ايه علاقة زواجه بأرملة أخوه في تأييد حقه للعرش، علما بأنها كانت ابنة الملك خوفو والملكة أو الزوجة الرئيسية لخوفو. عشان نفهم ده لازم نعرف قانون الأحقية في العرش. يعني العرش ما كانش حد بيتولاه كده بالصدفة ولا بالدراع، ولا كان ليه قوانين. وضحها لنا دكتور سليم حسن في موسوعته مصر القديمة، موسوعة مصر القديمة. قال إن وريث العرش لازم يكون ابن ملك اتولد من زواج ملك بأخته، ويكونوا الاتنين من الدم الملكي الخالص، أو إن وريث العرش يكون رجل قوي تزوج من ابنة ملك من دم ملكي خالص. ويعتقد بعض العلماء إن دجديف رع ما كانش ابن ملكة زي كوعب اللي هو كان ولي العهد، والمفروض إنه كان يتولى العرش بدل دجديف رع، لكنه مات في حياة خوفو. لكن زواج دجديف رع من حتب حارس أخته وهي من دم ملكي خالص وأخته غير شقيقة يقوي ويزكي حقه في العرش. دجديف رع شيد هرمه في منطقة أبو رواش، وبتبعد عن هرم خوفو حوالي 7 كيلومتر، ومحدش يعرف ايه السبب انه يختار مكان بعيد قوي كده موحش تماما فوق مرتفعات الهضبة الغربية. بعض علماء الآثار
وعلى رأسهم الأثري الشهير ريزنر، وضع تصور ان المنازعات اللي حصلت بين الأسرة الحاكمة هي السبب في كده، اللي حصلت بعد وفاة خوفو. وبعض العلماء يعني شطح وظن ان ديجديف رع ربما يكون قتل اخوه كوعب عشان يستولى على الحكم، ولكن مفيش اي دليل على الكلام ده، يعني ده مجرد تصور ملوش اي ادلة. من علماء الاثار اللي نفى فكرة ان يكون ديجديف رع قتل اخوه كوعب الدكتور احمد فخري شيخ الاثريين في كتابه الاهرامات المصرية، نفى الادعاء ده وقال انه بلا دليل، ومن وجهة نظره ان منطقة ابو رواش جزء من جبانة منف الواسعة، وموقعها الممتاز يشرف على الوادي ويديها مميزات كونها منطقة مناسبة لبناء هرم عليها. وبالمناسبة كوعب بنى لنفسه هرم في الجهة الشرقية من هرم ابوه، اما هرم ديجديف رع كان في الجهة الشمالية لهرم الملك خوفو. لو تأملنا هرم ديجديف رع هنلاقيه مختلف في شكله عن هرم خوفو وعن الأهرامات اللي كانت موجودة قبله. هنلاقيه كده عامل زي المصطبة. ده خلى بعض الأثريين اعتقدوا ان هو رجع لمرحلة المصاطب اللي هي كانت قبل زوسر، لكن البعض الآخر قال ان هو معاش كتير علشان يكمل بناء الهرم وان الهرم مكملش، لكن الحقيقة كانت غير كده. بعض الأثريين عملوا بحوث في المنطقة ديت في الجزء الأسفل من الهرم في أيامه، وقالوا إنه في أيام ديجديف رع كان أعلى من كده بكتير. وأحد الأثريين بتري قال إنه عند زيارته للهرم، وده كان في القرن 19، لقى الناس بتستخدم الهرم محجر. محجر يعني إيه؟ يعني بياخدوا منه حجارة، وقالوا له انهم كانوا بياخدوا حمولة 300 جمل في اليوم من الحجارة، يعني 300 جمل بيحملوا عليهم حجارة كل يوم. فطبيعي ان هم اخدوا كمية احجار كبيرة جدا من حجارة الهرم، فطبيعي انه يوصل للمستوى او الطول اللي هو اصبح عليه ده. فيعني دي كارثة ان الهرم يتحول لمحجر. يعني عثر علماء الآثار غرب قرية أبو رواش على بعض كتل الحجر الجيري اللي دلت على معبد الوادي، وفي الناحية الشرقية وجدوا بقايا المعبد الجنائزي، وجنوب المعبد الجنائزي وجدوا حفرة لسفينة كبيرة منحوتة في الصخر، وأسفل الردم عثر على 3 رؤوس لتماثيل متقنة الصنع للملك ديجديف رع. يعني ما لقيوش التمثال كله، 3 رؤوس لتماثيل ليه ومعمولة بشكل في منتهى الإتقان. ورجح علماء الآثار ان الناس كسروا التماثيل يعني وألقوا بيها في المكان ده أيام الثورات والفوضى اللي حصلت بعد عصر الدولة القديمة. يعني بعد عصر الدولة القديمة حصل عصر فوضى وحصل فيه ثورات، والناس خرجت كانت سايرة على بنات الأهرام فكسروا التماثيل بتاعته دي. ده كان ترجيح العلماء. وعندنا 2 من رؤوس التماثيل دي في متحف اللوفر في باريس، والثالث موجود في القاهرة. هرم ديجديف رع مربع الشكل، وطول كل ضلع من أضلاعه 100 متر تقريبا، أما ارتفاعه الحالي فما يزيدش عن 12 متر فقط. وزي ما قلنا إن السبب في كده إنه تحول لمحجر، فيعني أصبح بالحجم الصغير ده جدا. الهرم كان مغطى من الخارج بألواح الجرانيت، وده محدش سبقه لكده قبله، يعني مفيش حد قبله عمل كده، غطى الهرم بالجرانيت، وهم عثروا على الجرانيت دوت. الملك ديجديف رع هو أول واحد يقترن اسمه بإله الشمس رع. يعني احنا هنلاقي خوفو وبعديه خعاف، أو بعديه ديجديف رع. ديجديف رع، رع ده كان إله الشمس، جه بعديه خعاف رع، ومنكاو رع أو منقرع يعني. فاسم رع ده اللي هو إله الشمس أول واحد يقرن اسمه بيه كان ديجديف رع. حكم ديجديف رع ما طالش أكتر من 8 سنين، ويعني رجح العلماء أنه كان في حالة انتعاش اقتصادي لمصر في فترة حكمه، علاوة على وجود نشاط فني رائع
أدلته كانت إن الفنانين في زمانه نحتوا له مجموعة تماثيل رائعة بينوا ملامح وجهه بشكل واقعي صارم حزين. بدعوا كمان في عهده فيما يظن يعني أول نموذج لتماثيل أبو الهول برأس إنسان وجسم أسد رابض. وظهر وجه هذا النموذج بدقيق التقطيع ملون بلون أصفر من غير دقن. استمر اسم دجديف رع باقيا في نصوص الأفراد، ونصوص الأفراد دي بتبقى يعني مش مكتوبة بشكل رسمي للملوك، يعني أشخاص كانوا عايشين في الزمن ده وبيسجلوها على ألواح وتعتبر مصدر من مصادر التاريخ. فذكروا بعض رجال من عصر الأسرة الخمسة كانوا بيشتغلوا بالكهانة في معبده، ونسبوا له عدة مزارع باسمه. وذكروا رجل من عصر الأسرة ال12 في نص سريع سجله على صخرة بوادي الحمامات بعد وفاته بحوالي 7 قرون. يعني ده كل ده دليل على ان هو كان ملك من ملوك الأسرة الرابعة. ويبدو ان هو تعهد اولاده بتربية طيبة سمحت لهم بانهم يظهروا في التماثيل بتاعتهم على هيئة الكتاب والقراء في ساحة معبده زيه بالظبط. لكن اولاده فضلوا بعيد عن الحكم في عهد خلفائه لحد ما قدر امير منهم انه يعتلي العرش في الأسرة الخمسة ويجمع شمل الفروع المتناحرة من بقية أسرته. دي كانت كل المعلومات المتاحة عن الملك دجديف رع من ملوك الأسرة الرابعة، ملك مش مشهور لكنه موجود وما كانش ينفع ان احنا نغفله في التاريخ يعني لمجرد ان هو مش مشهور او مش معروف. وطبعا السبب في كده ان هرمه ما كانش في حجم الاهرامات التانية، وده السبب في كده ان احنا قلنا ان هو استخدم كمحجر، لكن كان لازم ان احنا نتكلم عنه ونديله حقه. المرة الجاية ان شاء الله هنتكلم عن ملك جديد خلفه في العرش اللي هو الملك خفرع، وهنذكر اهم اعماله. اتمنى انكم تكونوا استفدتوا من المعلومات اللي قدمناها في الحلقة ديت، واترككم في امان الله.